ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ فيلم النهاردة بعنوان أقذر أب في تاريخ البشر، وهو فعلا أقذر أب. الفيلم بيجسد قصة حقيقية بدأت أحداثها سنة 1984. أسرة جميلة مكونة من 4 أفراد، وهو الأب دون، وهو دون فعلا، والأم والبنت الكبيرة إيمي والبنت الصغيرة سارة اللي بتكون ضحية القصة، وهنعرف ايه اللي حصل لها. في ليلة هادية كانت الأسرة كلها قاعدين بيتعشوا، وفي وسط العشاء قامت البنت الصغيرة سارة وقالت أنا رايحة حفلة، وأبوها اتعصب عليها وقال لها أنت رايحة فين؟ اقعدي ومفيش خروج من البيت. قالت له انا عايزه اروح الحفله واستاذنت من امي وهي قالت لي روحي. يبص الاب دون للام ويتعصب زياده ويقول لها انا قلت مفيش خروج ومفيش حفلات، روحي اوضتك وما تخرجيش منها. فتتضايق ساره من كلام ابوها وتروح اوضتها فعلا. ويجي وقت الحفله فتلاقي حبيبها كريس جالها قدام البيت بالمكنه بتاعته مستنيها عشان تخرج معاه، وتهرب ساره من الشباك وتخرج معاه تروح الحفله. وطبعا الام بطبعها تروح تطمن على بنتها اللي قامت متنكده من كلام ابوها، فتفتح اوضتها فتلاقي السرير فاضي والبنت هربت من الشباك. وحظ ساره المنيل بنيله ان امها لما دخلت الاوضه ابوها كان معاه وعرف انها مش نايمه في اوضتها وهربت. طبعا ساره هتشوف ليله اسود من قرن الخروب، مفيش جدال يا جماعه. ولكن طبعا ساره ما اهتمتش لكل ده وحبت تروح مع حبيبها كريس، وقضت معاه ليله جميله رقصوا فيها، وكريس كان كاتب لها اغاني من تاليفه وقعد يغني لها يا نور عيني. طبعا نأسف على بشاعة الصوت عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع. واتبسطت سارة قوي بالليلة الجميلة دي، بس سارة تلم الدور وترجع بدري؟ ابدا. رجعت سارة الصبح لقت ابوها واقف مستنيها زي صنافور المحطة قدام الباب، ودبوا خناقة جامدة، وقالت له انا اول ما هتم 18 سنة انا همشي وهسيب البيت. وهو يقول لها طول ما انت في بيتي كلمتي انا اللي هتمشي، وتتسمع. وسابته وطلعت تجري على اوضتها. تدخل لسارة اوضتها اختها الكبيرة ايمي ويقعدوا يتكلموا، وسارة تقول لها انها قضت ليلة جميلة قوي مع كريس وانها بتحبه قوي ومبسوطه. في وسط الكلام تدخل الاوضه امهم وتقول لها ابوكي قرر يعاقبك اسبوع. وترد ساره تقول لها انا اصلا اول ما تم 18 سنه همشي من البيت. وامها تقول لها وهتمشي وتروحي فين وتسيبينا؟ ترد ساره وتقول لهم انها عايزه تلف العالم وتشوف اماكن جديده وتشتغل في شغل يحقق ليها احلامها وطموحاتها. وهي بتحكي خطتها كان الحاج دون واقف بره الاوضه وسمع كلام ساره واتضايق، خصوصا لما عرف انها امها موافقاها على كلامها. وهنا بقى هتبدا حكايه اقذر اب في تاريخ البشريه. بعد ما سمع دون الكلام اتعصب، نزل وهو متوتر والدم بيغلي في عروقه للبدروم، ويفتكر ان في اوضه مخفيه ورا المكتبه بتاعته. يفتح الاوضه ويقعد يفكر ازاي هيتصرف مع بنته. وبعد مرور 3 شهور تتخرج ساره من تعليمها الثانوي، ويقرب عيد ميلادها ال18 اللي هي مستنياه عشان تسيب البيت وتحقق احلامها. ولكن دون عنده راي وخطه تانية خالص هتقلب حياه ساره 180 درجه. في يوم ام ساره كانت خارجه تجيب طلبات وقالت لها انها خارجه، وابوها دون بعد ما خرجت الام راح لساره وطلب منها انها تساعده في نقل صندوق للبدروم. وقامت معاه ساره بحسن نيه ونزلوا للاوضه اللي ورا المكتبه وتساله هي ايه الاوضه دي؟ قال لها ان دي اوضه مصنوعه من الخرسانه عملها المالك السابق للبيت عشان تحميه من قنابل الحرب، ويحطوا الصندوق في الاوضه. ودون بيسالها ايه رايك في الاوضه؟ بتقول له شكلها مقرف جدا، عامله زي السجن بالظبط. المهم ان دون وهو بيسالها وبتجاوبه كان بيتسحب لورا لغايه ما طلع من الاوضه وقفل الباب عليها بباسورد. وبيجي الليل والام قلقانه جدا على بنتها ومش عارفه هي اختفت فين، وكلمت كل اصحابها محدش يعرف عنها حاجه. وتقول لدون انا هبلغ الشرطه. وهو قاعد يقرا في كتاب ومراوح على قلبه يابا ولا على باله، ويرد بكل برود هتلاقيها خرجت وهترجع بكره كالعاده. ولنفرض يعني يا حاج دون ان هي خرجت وهترجع بكره كالعاده، انت بالنسبه لك عادي يعني؟ اما صحيح دون يعني. طيب اليوم التاني ساره لسه في البدروم وبتحاول تفتح الباب وتكتب الباسورد، مش بيفتح لحد ما خلصت كل محاولات الباسورد وتقطع الكهرباء عن البدروم وكمان مروحه التهويه الموجوده في البدروم. وبيجي اليوم الرابع ساره تحس ان الباب بيتفتح، لقت دون خبطته وجريت عشان تهرب من البدروم، لقت نفسها محبوسه جوه باب تاني عليه باسورد برضه. عنيف قوي دون ده، ويقول لها صرخي من هنا ل100 سنه جايه محدش هيسمعك ولا يحس بيك، المكان عازل للصوت. فتتصدم ساره ويشدها دون من شعرها ويرميها في الاوضه ويقول لها اياك تحاولي تهربي لانك مش هتعرفي، انا قافل الابواب بارقام سريه بغيرها كل يوم. فتقول له ساره انت ليه بتعمل في بنتك كده؟ قال لها انت اللي اخترتي ده، والكل فعل رد فعل وده رد فعل، استحملي بقى. وهنا هتعيش بامري انا وبس، حتى النفس هيكون باذني والاكل كمان باذني. ويسيبها دون ويطلع فوق. لقى ان الام استدعت الشرطه وراح كلم الضابط وقال له ان في هدوم وشنطه سفر بتوع ساره مش موجودين. ويبص لمراته ويقول لها ما تقولي للضابط خطتها انها كانت عايزه تهرب وتسيب البيت لما تتم 18 سنه وتلف العالم. الضابط اقتنع بكلام الاب وقال لها ممكن تكون عملت كده واكيد هتكلمك في اي وقت. في اليوم اللي بعده بقى راح حبيب ساره كريس لبيتها عشان يسال عليها وجايب لها بوكيه ورد رومانسي اول ولد.
الولد وقابل دون فقال له ايه ده انت ما تعرفش اللي حصل؟ قال له لا. فرد الاب وقال له انت ما تعرفش حوار ستيف ولا ايه؟ قال له ستيف مين؟ قال له ده صاحب ساره من زمان وهي كانت دايما بتقول انها هتهرب معاه في يوم من الايام. طبعا كريس اتصدم ومش مصدق ان حبيبته تعمل كده، فيحاول الاب يقنعه انها هربت معاه بالفعل لفلوريدا، ومشي كريس وهو مصدوم. في اليوم ال21 ينزل دون البدروم لساره ومعاه تورته عشان عيد ميلادها، وعينه فيها نظرات الفرح لانتصاره عليه، وبيكلمها وهي ما بتردش عليه، ويديها قميص نوم احمر هديه عيد ميلادها، ويطلب منها تلبسه ويقول لها نفسك في ايه؟ قالت له اطلع من هنا. قال لها شوفي حاجه غير دي. قالت له انا عايزه ساعه. قال لها ماشي بس لازم تبقي عارفه ان زي ما هعمل لك حاجه انت نفسك فيها لازم تعملي لي انا كمان حاجه نفسي فيها. وطبعا احنا فاهمين يا عزيزي المشاهد هيكون عايز ايه من ساره. بونجا بونجا، مفيش حاجه اوسخ من كده. في اليوم ال38 قررت ساره تعمل سلاح بغطاء علبه تونه عشان تموت بيه ابوها وتهرب اول ما يجي لها. حاولت بالفعل تضربه بيها ولكن مسك السلاح وضربها وعنفها، وعقابا ليها عمل البونجا بونجا. وبعد مرور سنه بتفضل ساره في البدروم وكمان حامل، وهي بتنظف بينزل منها ميه الولاده، وبعد شويه تولد ساره بنت سمتها ماري، وينزل ليها دون ويقول لها مبروك الطفله دي هتشجعك انك تعيشي. وتمر الايام وتكبر الطفله ويعدي 4 سنين وساره حامل في طفل تاني. الاب مش راحم نفسه وتطلب ساره من ابوها في يوم ان نفسها تطلع من البدروم هي وبنتها. كفايه كده، اتعصب عليها وسابها وطلع لفوق. لا مراته عايزه منه فلوس تجيب محقق خاص يدور على بنتها ساره زي المفتش كرومبو كده، ويرفض الاب كالعاده. وفي عيد الميلاد المجيد ينزل دون لساره ويجيب لها تلفزيون عشان تتسلى. وفي سنه 1991 وبعد مرور 7 سنين في البدروم بنت ساره تعبانه جدا ومحتاجه علاج. قام الاب جاب لها علاج. قالت له ساره ده للكبار مش هينفع. قال لها مش مشكلتي اديها نص الجرعه. وتمر الايام وحبيب ساره كريس يقابل اختها ايمي ويسالها على ساره عامله ايه مع صاحبها ستيف. قالت له ستيف مين؟ قال لها والدك قال لي كده. وتقول له مفيش حد بالاسم ده، وانها خايفه يكون ابوهم عمل حاجه في ساره. فتروح ايمي وامها يواجهوا دون بالموضوع ده ويقولوا ليه كذبت على كريس وقلت كده. قال لهم ايه المشكله لما اكذب على واحد عايز يلعب ببنتي ويضحك عليها؟ وتتخانق مع الام وتقول له انا عايزه فلوس اجيب محقق لبنتي، ويتخانق ويرفض كالعاده. فتستغل ايمي فرصه الخناقه وتلاقي مفتاح البدروم وتنزل تشوف ايه اللي موجود تحت. ما لقيتش حاجه ودون نزل وراها يزعق لها وطلعت تاني. وفي الوقت ده ساره تكون بتولد الطفل الثالث وتطلب منه يطلع الطفل ده فوق ويقول لها بكل رخامه ايه القسوه دي؟ في ام تستغنى عن ابنها برضه وتقول له ان مفيش مكان هنا غير لطفلين وان مفيش وقت اهتم بيك لو فضل الطفل ده موجود. تاني يوم تفتح الام باب البيت تلاقي الطفل قدام البيت ومعاه ورقه الاب هو اللي كاتبها مكتوب فيها على لسان ساره ان ده ابنها وهي عايشه ظروف صعبه وما تقدرش تصرف عليه، فخليه معاكي يا امي. وتاخده الام وتبكي. وكانت بالفعل ساره كاتبه ورقه صغيره بتستنجد فيها بامها عشان تلحقها وتعرفها انها في البدروم، ولكن للاسف الورقه دي وقعت في ايد المعلم دون. وينزل دون يواجه ساره بالورقه دي ويتخانق معاه. وفي سنه 2001 اليوم كان فيه مطر كتير جدا. ابتدت حته من السقف تشقق وطلعت ساره تبص وجابت معلقه وبدات تحفر فيها لحد ما تشوف شبكه صرف للشارع وتدخل ايديها وتقلب نور بالكشاف عشان اي حد يشوف ويساعدها. وبالفعل يشوفها حد معدي ويروح يخبط على الباب ويفتح له الاب ويحكي له اللي حصل ويقول له انا هشوف في ايه. وينزل لساره ويضربها ضرب عنيف بالرغم من انها حامل لحد ما تنزف ويموت الطفل. وينزل دون يلاقي ساره حاطه له الطفل الميت على الترابيزه وياخده يدفنه في الجنينه. وفي سنه 2002 السنه 18 ليها في البدروم في يوم ينزل لهم دون وتكون ساره مرهقه جدا ويقول لها تعدل وشها ويهددها انه لو اتضايق مش هينزل لهم تاني ويسيبهم يموتوا من الجوع. ويبدا الاولاد يعملوا حمله تمرد ويقولوا لدون انهم عايزين يطلعوا فوق ويقول لهم امكم لو احسنت التصرف هتطلعوا لفوق. ويطلع ويسيبهم والاولاد يتخانقوا مع ساره ويتهموها انها السبب في كل ده وما تستحملش ساره الاتهامات دي وتتعصب وتنهار على الارض وتقعد تعيط. وبعد شويه هديوا وبداوا يتكلموا. قالت لهم كل حاجه وان دون ده مش جوزها ده ابوها زي ما هو ابوهم وان هو حبسها هنا لان تصرفاتها ما كانتش عاجباه. طبعا الاولاد بيتصدموا من الكلام ده. في السنه 19 دون بيبدا يقلل الاكل وساره تتخانق معاه بسبب كده فيتعصب ابنها ويتخانق معاه عشان امه فيطلع دون ويسيبهم ويقطع عليهم الكهرباء. وتمر الايام ويطرد دون من شغله وتزيد عليه الاعباء لدرجه انه كان مهدد بالطرد من البيت، لدرجه انه كان بيفكر يقتل ساره واولادها. وراح موصل خرطوم بشكمان العربيه ووصله فتحه التهويه في البدروم عشان يموتهم مخنوقين، ولكن في الاخر شال الفكره من دماغه. وفي يوم من الايام ميري بيجي لها نوبه ربو شديده جدا ولازم تتنقل للمستشفى، وقعدت تتحايل عليه ياخدها المستشفى لحد ما وافق. ويروحوا المستشفى وينقذوا البنت في اخر لحظه. تطلب ساره منه تروح الحمام ولكنه بيرفض، فتكب الميه على الاستماره عشان تتبل ويروح يغيرها. وتقوم تجري هي على الدكتوره وتحكي لها كل حاجه ويسمعها الضابط ويجري ورا دون. وتفوق ميري ويتم القبض على الاب القذر ويلحقوا مايكل كمان في البدروم وينقذوه قبل ما يموت. ونشوف صدمه ام ساره لما تكتشف ان بنتها طول المده دي محبوسه في البدروم بسبب ابوها. ولكن الجانب المشرق في القصه دي ان كريس بيجي لساره ويديها الخوذه بامبي اللي كان واعدها بيها من 24 سنه. وفي النهايه في سنه 2008 نكتشف قصه
اقذر اب في تاريخ البشر، ويكون دون هو اقذر اب في تاريخ البشريه. عزيزي المشاهد، ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وشير للفيديو بتاع النهارده، وكمان تقول لنا ايه رايك في الكومنتات، هل دون فعلا اقذر اب في تاريخ البشريه، وهل يستحق اللقب ده ولا ما يستحقش؟